بداية 91 إلى هذا اليوم حدثت أمور كثيرة، أهمها أنه العاصمة بالجنوب لم يسيطر عليها فريق جهة معينة، سواء لأن هناك كان في تنظيمات عسكرية كثيرة متواجدة داخل الأراضي الإثيوبية، وهاجمت على نظام سياد بري وأسقطته في عام 91. لما وصلت التنظيمات هذه إلى داخل الصومال، وكانت تنظيمات كثيرة منها SNM. طيب يا محمد، لأن الوقت لا يتسع لهذا السرد التاريخي الذي نشكرك عليه، نريد أن نعرف المختصر المفيد ما يحدث الآن في الصومال هو يحدث فقط في جنوب الصومال، من عند منطقة قاكعيو إلى منطقة كسمايو وعاصمته ومقديشو. أما الجزء الآخر سواء كان جمهورية أرض الصومال أو بنتلاند فهي جزء مستقل ومستقر. ما يحدث حاليا في مقديشو مثل ما تفضل قبلنا، الوضع الصومالي أساس المشكلة في مقديشو بدأت من قبائل الهوية، حيث كان هناك فخذين كبيرين في القبيلة. يعني أنت تصور الصراع على أنه صراع قبلي محدود في داخل. نعم، وتحول هذا الصراع القبلي إلى صراع قبلي على تحت غطاء إسلامي، حيث ينتمي شيخ شريف إلى قبيلة الأبقاء وينتمي طاهر عويس إلى قبيلة. شكرا لك يا محمد، أشكرك شكرا جزيلا. محمد أحمد من السويد. عبد الناصر من قطر. السلام عليكم. عبد الناصر ستوجز لو تكرمت. السلام عليكم. وعليكم السلام. إن شاء الله، جزاك الله خير أختي الكريمة. وطبعا كما ذكرت صحيح إن شاء الله، يعني أريد أن أوجه الشكر والتقدير لقناة الجزيرة وضيفي الكرام الشيخ، بس يعني أسف لأن يعني ارتحت أخيرا متأخر عن هاي. طيب سؤالك يا عبد الناصر. سؤالي ليس لدي سؤال، لكن لدي يعني عبارة تعبير. أنني أوجد وأدعم على رؤية الشيخ وعلى يعني سعيهم للتصالح بين الأطراف المتنازعة في الصومال. نعم. وثانيا أنا سمعت مرة أن الكثير الذين يتصلون من الصومال أنهم يعني ينددون ويقولون بأن أوغنديون وبروندي أنهم احتلال، لكن يعني أعترض اعتراضا قويا لهذا الفكرة. أنت مواطن صومالي كذلك يا عبد الناصر؟ معليش دقيقة، إيش قلت؟ أسألك، أنت مواطن صومالي؟ صحيح، أنا نعم. صومالي ومواطن صومالي وعايش في الدوحة معك إن شاء الله. ويعني أنا أعرض هذه الفكرة الذين يعني يعتقدون أن تلك القوات قوة احتلالية، لا، أنها جاءت كدعوة مساعدة يعني أمنية كحل السلام. الكل يدرك بأنها صحيحة كهذه الطريقة، وإن شاء الله ستغادر قريبا. لكن متى؟ بعد تصالح بين المتنازعين. لو ما تنازعوا هذه الفرق الصوماليين نعم. في الداخل ما جاءت تلك الحكومة. هذه هي فكرة اللي عندي. شكرا جزيلا لك يا عبد الناصر. أعود إلى ضيفي من لندن. كما ذكرت في بداية الحوار، دكتور أهل مكة أدرى بشعابها، لكن الخلاف حول أي هذه الشعاب يسلكون كما تبدى من الخلاف حتى بين مواطنيك الصوماليين. أرجو أن توجز تعليقاتك على ما ذكر. تفضل. نشكركم جدا. أولا البرنامج فعلا برنامج له اهتمام كثير، لأننا نعرف ذلك من خلال المكالمات، ونشكر الجزيرة على هذا الفرصة الطيبة. نحن نريد أولا الصوماليون ككل، أدعو الصوماليون ككل أن نتحرر من ضيق الفكر، وأن نعرف أن ننبذ الخلافات الشخصية، قبيلة هوية وقبيلة كذا، أن ننسى ذلك، لأننا أمة واحدة. الصومال عندها مقومات الوحدة كلها، لغتنا واحدة، يعني من شمال الصومال إلى جنوبه نتكلم باللغة الصومالية، وعرقنا واحد، وديانتنا واحدة وهي الإسلام والمذهب الشافعي، ومع ذلك نتقاتل على شيء لا يساوي شيئا، ومع ذلك نقول قبيلة الهوية وقبيلة كذا. فلا بد أن نتحرر من ضيق هذا الفكر، لأن الأمة الإسلامية أمة واحدة، والصومال جسد واحد. جميل يا سيدي، لكن هل برغم كل هذه نعم جميل، برغم كل هذه المقومات التي ذكرتها، سائر الأعضاء بالحمى والسهر. نعم، برغم كل هذه المقومات التي ذكرتها، هل ترى هناك أفق لحل قريب لما يحدث في الصومال؟ نعم. أم كلما بدت بارقة أمل ستحدث المزيد من الانشقاقات، سواء على أساس تدخلات خارجية أو عرقية أو ما إلى ذلك؟
نعم أنا أقول لك صراحة وأؤكد للعالم الإسلامي وللعالم العربي ككل أن الشعب الصومالي ينتصر، وأن الأمة الصومالية تنتصر، وأنها ستدحر المتمردين عما قريب. الشعب الصومالي وقف وقفة واحدة، وإذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد لليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكتر. نعم، أنت تقول أن الأمة الصومالية أنا أتكلم عن صراحة، أنا أتكلم عن صراحة واضحة، لأن أهل مكة أدرى بشعابها الآن. يعني لنا اتصالات اليوم مع الشعب. أنا أتكلم عن القاعدة العريضة. فالشعب الصومالي وقف وقفة واحدة، ووقف بجانب الحكومة الصومالية الحكومة الشرعية التي تريد للأمة الصومالية التحرر. وعما قريب ستندحر هؤلاء المتمردين وعن المرتزقة الموجودون في الصومال، وإن الله سينصرهم، هذا لا شك في ذلك. ومن هذه المناسبة أناشد العالم الإسلامي والعالم العربي بالذات أن يقدموا المساعدات للشعب المتضرر بالحروب، والذي نزح كثيرا وتضرر بالفيضانات قريبا، لأنهم يتعرضون للموت وللجوع يعني بصفة لا يمكن تصويرها. فنحن نرجو من العالم العربي والعالم الإسلامي أن يتقدموا بالمساعدات العاجلة، وأن يقفوا بجانب الحكومة الشرعية. شكرا جزيلا لك الدكتور. وما يحدث في الصومال. نعم، شكرا جزيلا لك الدكتور سعيد الشيخ، رئيس هيئة العلماء والمثقفين الصوماليين في المهجر، والذي تحدث إلينا من العاصمة البريطانية لندن. وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، أشكر كل الذين تواصلوا معنا عبر الشاشة وعبر الهاتف وعبر خدمة الرسائل النصية القصيرة. غدا بإذن الله يكون معكم ضيف جديد تحاورونه على الهواء مباشرة. حتى هذا الحين أنقل لكم تحيات زملائي من الفريق العامل هذه الليلة، وتحياتي منى سلمان. إلى اللقاء.